تخيل عالم فين جاكيت ديال الجلد طاليانيه اللي الثمن ديالها 600 دولار تقدر تشريها غير ب 70 دولار، ولكن الماركه ما باغا حتى شي واحد يعرف. مرحبا بك في عالم اوف برايسينغ ريتيلينغ. كل عام ماركات كبار بحال غوتشي ولا غالف لورين كيصايبوا منتوجات كتار من اللازم. مثلا كيصايبوا 10000 لبسه ولكن كيبيعوا غير 6000، وكيبقاو عندهم 4000 بلا حتى شي فائده وحتى شي واحد ما شراهم. الا خلوهم في المحلات اللوكس ديالهم غتكون غير خساره بالنسبه ليهم، وغيبقاو يخسروا الفلوس نهار على نهار. ولا داروا شي تخفيض كبير غيضروا بالصوره ديالهم، حيت هما كيعتبروا راسهم دي مارك دو لوكس وما يقدروش ينزلوا الثمن. هنا فين كتدخل تشيكي ماكس، وهذا هو الوسيط السري في عالم الموضه. هاد الشركه كتمشي لهاد الماركات وكتقول لهم نعطيكم الفلوس دابا ونشريو كلشي، ولكن بشرط واحد ان الثمن يكون رخيص بزاف. تشيكي ماكس ماشي بحال المتاجر العاديه، ما عندهمش شي ستوك منظم وما كيعرفوش شنو جاي حتى كيوصلهم. ممكن تلقى جوج صبابط غاليين مثلا و500 كاس ديال القهوه حتى هما محطوطين للبيع، واذا تسال هذا المنتوج كيتسالى للابد حيت ماشي هما اللي كيصنعوه، وصعيب انك تعاود تلقاه مره اخرى. ولكن باش تلقى دي برودوي زوينين خاصك تقلب براسك، حيت هذا ماشي متجر دو لوكس فين غتلقى هذوك الخدامه باش يعاونوك ويوروك شنو تشري. خلاصه تيكي ماكس ماشي غير متجر ديال التخفيضات، ولكن هو مركز ديال التصفيه، يعني ليكيداسيون ديال اكبر الماركات في العالم. هو البلاصه فين الماركات الكبار كيطيحوا من الليغو ديالهم باش يتهناو من الستوك اللي بقى حاصل عندهم.